عمرك شفت بذرة الموز؟ السؤال ده ناس كتير بتسأله لأن الموز اللي بناكله ملوش بذرة واضحة، وده اللي خلى ناس كتير تفتكر إن زراعة الموز من الحاجات الغريبة. الموز من أفضل فواكه الشتاء، وبيتزرع من بداية شهر فبراير إلى شهر مايو. وبيتزرع الموز من الشتلات وليدة الأشجار الكبيرة، أو بيتزرع من شتلات من مشاتل متخصصة، أو من قطع من جذور الموز. ينضج الموز بعد حوالي 6 إلى 8 شهور من الزراعة، وبعد حصاد المحصول يتم قطع الشجرة الكبيرة وتنمو سيقان جديدة من نفس الجذور وتنتج ثمار جديدة. ويصل إنتاج شجرة الموز الواحدة حوالي 80 كيلو من الموز. ولزراعة فدان موز يتم زراعته بحوالي 1000 إلى 1200 شتلة، ويصل متوسط إنتاج الفدان من 20 إلى 30 طن من الموز، وممكن أن يزيد مع الإدارة والخدمة الجيدة. الموز مش لغز ولا سر خطير. لو الفيديو فادك سيب لايك واكتب لي في التعليقات عايز تكملة الموز، علشان أنزل برنامج التسميد ومكافحة الآفات وحساب الفدان بالتفصيل.